السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فيديو جديد في يوميات وفاء ودينا. هنعمل ايه؟ دينا قالت لي يا ماما ما عملناش خالص. ناس كتير بقى ما اعرفش، كل بلد بيبقى بتسمي السيرم الشربات، عسل. كل بلد وليها اسم بصراحة. فانا بعمل دلوقتي الشربات بتاع الحلويات. الشربات ده للكنافة، للقطايف، لبلح الشام، للجلاش، لحاجات كتير بتبقى محتاجة الشربات تقيل. البسبوسة بس اللي هي بتبقى محتاجة الشربات الخفيف. ليه؟ أنا بعمل البسبوسة هي سخنة، مش شربات سخن. يعني أنا بطلع البسبوسة من الفرن وبكون طافية في وقتها على طول الشربات على النار، وبسقي الاتنين مع بعض، الاتنين سخنين. لكن الشربات دوت بصراحة تقيل. انا من قبل رمضان كنت عاملاه وهطبط رمان، يعني عملت ليهم كذا حاجة. الشربات عندي جاهز في اي وقت، يعني عايزين ياكلوا اي حاجة من الحلويات ديت. اهم حاجة الشربات عندي جاهز، العجينة ما بتاخدش حاجة، هي بتقفي على البوتاجاز والشربات عندي خلاص. اهم حاجة الشربات، مش ان انت هتعملي الكنافة ولا هتعملي قطايف، لا، اهم حاجة الشربات بتاعها. فانا دلوقتي هعمل الشربات. كل بلد وليه بتقول عليه اسم شكل غيرنا، غير هنا في مصر. ما اعرفش كل بلد بتقول عليه ايه. اللي في ممكن احنا نقول العسل، حلويات، شربات الحلويات، السيرم، كل ما اعرفش بقى، كل بلد حسب ما هي بتقول عليه ايه. لكن انا هنا اقول عليه شربات بتاع الحلويات. يعني انا دلوقتي هعمل شربات بتاع الحلويات. فانا مش عايزه احيرك خالص معايا واقعد اعايرلك بالكوبايه. لا، هو كيس سكر اهوت، هفضيه في الحله. على قد كيس السكر انا هحط الميه فيني. ممكن لو الكيس السكر 4 كوبايات، في ناس بتحط 3 كوبايات. لا، انا هحط كيس السكر على زيه بالظبط الميه. ومش هعصر ليمون، انا هحط، بصوا، شويه ملح ليمون. بصوا قد ايه اهو. هما دولت اللي انا هحطهم عليه لما الشربات يغلي. انا هحط عليه اخر حاجه خالص الفانيليا، بحطها في الاخر خالص. قبل ما اطفي عليه بكون حاطه شويه من الفانيليا وخلاص. لكن غير كده لا. فانا دلوقتي هعمل كيس السكر، هعايره، هحطه في الحله. وعلى قده بالظبط هحط عليه ميه. مش هحيرك، لا كيس السكر احط عليه 3 كوبايات، لا. انا مش عايزاها تبقى مسكره قوي، لا، انا على قد السكر هحط الميه. فانا دلوقتي هعمل كده، هعاير كيس السكر قد ايه بالظبط، واحط عليه ميه، وهرجع لكم تاني، خليكم معايا. رجعت لكم تاني اهو. طلعوا 4 كوبايات. الكوبايه دي عندي انا ربع كيلو. الكوبايه اللي استانلس دي ربع كيلو. فانا هحط منها 4 كوبايات، مش هحط 3 كوبايات، لا، هحط 4 كوبايات ميه. ومش هقلبه، انا هحطه زي ما هو كده على النار خالص. هسيبه مع نفسه. اول ما هيغلي هوطي عليه خالص. وبعد كده هحط ربع معلقه الملح الليمون اللي انتوا شايفينها دي. عايزه تحطي ليمون حطي، عايزه تحطي عندك ليمونه صغيره هتحطيها، او عندك نص ليمونه، ساعات الليمونه بيبقى كبير هتحطي نص ليمونه. اللي انت عايزه تحطيه، اللي عندك في البيت هتحطيه. انا دلوقتي هعمل كده، هحط 4 كوبايات ميه على قد السكر بالظبط. لما يغلي هحط عليه زي ما بقول لكم كده ربع المعلقه ديت بس. وهسيبه بقى خالص لحد ما يتقل، هطفي عليه اهو. انا هحط الميه دلوقتي وهحطه على النار، وهرجع لكم تاني، خليكم معايا.
اهو انا علقت عليه على النار زي ما انا ما بقول لكم. هو سهل جدا، خلوا بالكم. بس مش عارفه، بلاقي ناس كتير قوي عامله فيديوهات كأن في ناس كتير قوي ما بتعرفش تعمل السكر العسل التقيل بتاع الحلويات، مش عارفه. فدينا قالت لي نعمله، قلت لها خلاص ماشي. انا كنت عاملاه دينا وخلص، اول ما بيخلص من عندي على طول احط كيس سكر واعلق عليه على طول كده. فهي وريتك الطريقه. اول ما هيغلي انا هحط عليه ملح الليمون، او حطي عليه نص ليمونه اللي عندك في البيت هتعمليه اهو. هسيبه دلوقتي على النار، ولما يخلص هرجع لكم تاني. انا خلصت الشربات اهوت، وحبيت. هو لسه سخن طبعا خالص، يعني انا حطيته في الحله، وحطيته في دي عشان يبرد، عشان احطه في بطرمان اوريهولكم. بس دلوقتي اهم حاجه نحب نقول مليون مبروك للنادي الاهلي، الف الف مبروك للنادي الاهلي. فانا هسيبكم دلوقتي، وانتوا بقى شوفوا انا عملت الشربات ازاي. كملوا الفيديو، لان احنا دلوقتي اهم حاجة عندنا بنبارك، والف الف الف مبروك للنادي الاهلي. فانتوا كملوا بقى الفيديو، واقول لكم ايه، السلام عليكم.